أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنقف النهاردة وقفة قرآنية مع جزء من آية اللي أنا لسه قارئه دلوقتي، واللي هو أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآية دي دليل قوي جدا على إن اللي مش هيطهر قلبه هيبقى له خزي وعار في الدنيا وليه عذاب شديد في الآخرة، ودليل دامغ وقوي على أهمية تطهير القلب. ما عشان كده ربنا مش هيدخل أي واحد الجنة، ومش هيدخل واحد في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تمام؟ والجنة ديت مش هيدخلها حد خالص غير لما يكون قلبه نقي 100%. طب ازاي؟ مش احنا بشر برضه هيبقى عندنا حتى ولو ذرة غرور كده؟ ما انا هقولك ازاي دلوقتي، كما فسرها ابن القيم. عشان كده قال الله جل في علاه: فادخلوها خالدين. ما هي الجنة دار الطيبين أصلا، فاللي هيدخلها مخلد دوت فأكيد هو طيب. وهم الناس الطيبة ديت الملائكة هتبشرهم بالجنة وهم بيموتوا. ازاي؟ في قول ايه ده؟ هقولك يعني في قول الله تعالى في سورة النحل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. تمام؟ بما كنتم تعملون، باللي انتوا كنتوا بتعملوه تخشوا بالجنة. هو طبعا احنا بنخش الجنة برحمة ربنا، بس الدرجات في الجنة بأعمالنا. تمام؟ فهم هنا بيقول بما كنتم تعملون، يعني عشان انتوا طيبين واللي كنتوا بتعملوه طيب في الدنيا ادخلوا الجنة. تمام؟ تعالوا بقى في تفسير ابن القيم للحتة دي. قال ابن القيم: فالجنة لا يدخلها خبيث، تمام، ولا من فيه شيء من الخبث، فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاسته دخلها بغير معوق، ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر في النار من تلك النجاسة، ثم يخرج منها، حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم عن الجنة، ولم توجب لهم دخول النار، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. تعالوا نفصل بقى المقولة الطويلة العريضة دي. ابن القيم بيقول: مفيش حد هيخش الجنة وهو خبيث، لازم تخشها طيب 100%. تمام؟ بس في فرق بقى ما بين النجاسة. في واحد نجاسته عينية زي الكافر كده، دوت ملوش جنة. ليه؟ لأن ربنا بيقول ايه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. يعني انت أي حاجة عملتها غير إنك كفرت بربنا فاعرف إن انت ايه؟ تخش الجنة. تمام؟ دوت الكافر اللي مش هيخش الجنة. في بقى اللي نجاسته عارضة كسبية، ده يعني مثلا ايه؟ تلاقي واحد مثلا بيسرق، واحد بيكذب، واحد بياخد أموال حرام، ده هيخش الجنة بس امتى؟ بس بعد ما ينقى قلبه في النار، تخش النار تتربى فيها شوية بعد كده تطلع تخش الجنة. تمام؟ فدوت اللي نجاسته كسبية عارضة هيخش النار ينقى قلبه وبعد كده يخش الجنة. في بقى الناس اللي هتعدي هتجاوز الصراط وهتخش الجنة، بس ممكن تلاقي زي ما قلت كده احنا بشر تلاقي فيهم حتة كده، دولت بيقفوا في قنطرة ما بين الجنة والنار ينقى قلبهم الأول عشان بعد كده ايه؟ يخشوا الجنة. هي الذرة اللي في قلبهم ديت ما تدخلهمش النار بس برضه ما تدخلهمش الجنة. تمام؟ فهم هنا هينقوا الأول ويهذبوا بعد كده يخشوا الجنة.
وكان في آية بتقول في سورة المدثر: وثيابك فطهر. ابن القيم بيقول لك العلماء كلهم أجمعوا على إن الثياب ده هو القلب، والتطهير دوت اللي هو إصلاح الأعمال والأخلاق وكل حاجة دي يعني. تمام. طب المغزى من الفيديو ده إيه؟ المغزى إن أنا عاوز أقول لك إن قلبك هو، بص، هو كل حاجة في حياتك، هو موضع نظر الخالق، لازم تظبطه. قبل ما تظبط نفسك تظبط قلبك. وإن القلب كمان موضع مشترك بين الإله وبين الشيطان. الشيطان عاوز يلعب على قلبك. أقول لك ليه؟ لأن القلب دوت أنت بتعمل بيه كل حاجة. إيد اللي بتحرك ده إيه؟ قلب الأول حركها، يعني قلبي حركها في نفسه كده وبعدين إيدي اتحركت. الكلام اللي بتكلمه وصل للقلب الأول. تمام. الخواطر اللي بتجيلي اللي هو الأفكار في قلبي. فأنت فاهم القلب هو اللي بيحرك الجوارح كلها وتتحرك بإذنه. فأنت الشيطان لما يلعب على قلبك ويبوظهولك فخلاص كده الشيطان ضمنك، يعني ضمنك معاه جنبه. تمام. فأنت قصدي أقول لك إن قلبك هو دوت، يا إما تخش بيه الجنة يا إما تخش بيه النار. فنخلي بالنا من قلوبنا ونحافظ عليها حتى لا يغشى عليها الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران دوت غشاء بيوضع على القلب كده لما العبد يعمل ذنوب كتيرة جدا وقلبه يقول لك ايه ده انت قلبك اسود يا اخي. السواد اللي هو إيه؟ الران. تمام. فاحنا نحاول ننقي الران ده اول باول بالتوبة والاستغفار والرجوع الى الله. تمام. وكل ما يرضي الله، كل ما هتعمل حاجة ترضي ربنا هتلاقي الران بيتشال شوية بشوية كده لحد ما يبقاش في ران على قلبك خالص. تفعل الطاعات ولو فعلت معصية تبت منها حالا، فور وقوعها تبت منها. تمام. فنحسن موضع نظر الخالق حتى يحسن الله إلينا ويدخلنا دار الطيبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.